انت وحيد وحاسس بالوحدة. ايوه وحيد رغم وجود الانترنت والعاب المجنون، العاب كتيرة جدا وتيك توك وانستجرام وكل حاجة مغرية، انت حاسس برضو انك وحيد. يعني شايف كل الكلام ده، انت حاسس برضو انك وحيد وحاسس انك لوحدك طول الوقت رغم وجود كل المغريات دي. وانا كنت في مكانك كده، حابب اقول لك ان المكان ده يعني ربنا يطلعك منه زي ما انا طلعت منه. وفي الفيديو ده جايب لك شوية خطوات تساعدك تطلع من المكان ده، وانا اكتر حد ممكن يفيدك لان انا مصاب بمرض السكر. في بداية اصبت بمرض السكر، لو انت تعرف حد عنده سكر فكان بيخش الحمام كتير فمش بيعرف يخرج، يعني قلة الثقة بتبقى عنده زيادة، ممكن ما يخرجش لانه هو خايف يخش الحمام كتير يوعى، فقلة الثقة بتنزل فبيبقى وحيد. ورغم ان الزمن اللي احنا فيه ده اكتر زمن انت ممكن تعيش فيه لوحدك، انت معاك كل حاجة ممكن تسليك، حاجات غلط حاجات صح، العاب فيديوهات تيك توك ريلز انستجرام، فكل حاجة مغرية. في الأول خالص قبل ما أكلمكم يعني في النقط، أنا اسمي خالد ناصر، عنده سكر وبساعد الناس اللي عندها سكر. تمام، فلو أنت عندك سكر انزل ابعت لي رسالة على الانستجرام لو حابب مساعدتي. تمام، بس الفيديو ده مش للناس اللي عندها سكر، الفيديو ده لأي حد. تمام، ومفيش أي إيديت في الفيديو ده، الفيديو ده أنا هصوره كده وهنزله كده. تمام، أنا قاعد أساسا في السطح، آه، كوفي with ميلك. تمام، اخد كورس انجليزي فاستحملوني. تمام، ففي الفيديو ده انا جايب لكم شويه خطوات هتساعدك في الموضوع ده. يعني انا عن نفسي، تمام، نت موجود، آه، العاب كتيره موجوده، كان ساعتها ببجي وفري فاير والكلام ده كانت اشهر حاجات موجوده. بس رغم من كده انا حاسس اني وحيد، يعني كنت ببقى وحيد، كنت بحس ان انا زهقان وانا قاعد بتفرج على حاجه ما تخلينيش زهقان. الشعور ده لو عندك فيعني ربنا يعينك عليه انك تحس انك وحيد. يعني انا بدايه تمريني كنت بفضل استنى وقت التمرين لان ده الوقت اللي مش بحس فيه ان انا وحيد لان بشوف ناس. فيعني الاحساس ده احساس وحش قوي، مش عارف اعبر عنه، احساس بذيء ان انت فاهم حاسس انك لوحدك، يعني رغم كل المشتتات انت حاسس انك لوحدك. فان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم شويه حاجات كده هتنفعكم، ولازم تركزوا فيها كويس جدا جدا، وبالذات لو انت عندك الموضوع ده لان الحاجات دي هتفرق معاك. اول حاجه كده، اول حاجه من غير اي كلام، لازم تقرب من ربنا، لازم، يعني فاهم، دي مفيش فيها كلام. هتقول لي انا سمعت كتير اقرب من ربنا، اقول لك بس ما جربتش. بتجرب اسبوع اتنين تلاتة، لا لازم تستمر. الموضوع هتبدأ تشوف فعلا مع الوقت على مستوى حياتك وعلى مستوى راحة بالك. تمام، فيعني ده حاجة مهمة جدا. تمام، بس انا حابب اقول اي حاجة، يعني حاجة قبل الفيديو خالص ما يبدأ. احنا قلنا اول حاجة تقرب من ربنا، بس في حاجة مهمة تانية، يعني دي اهم حاجة. اؤمن واقتنع ان مفيش سعادة في الدنيا، ولقد خلقنا الانسان في كبد. ان شاء الله اكون قلت الايه صح. احنا عامة يعني مفيش حد سعيد، كلمك بجد يعني. دايما في حد في الدنيا في حاجة منغصة عليه عيشته عشان يفضل فاكر ربنا، عشان يقول الحمد لله ويدعى ربنا ان هي تكون موجودة. اصل سؤال، لو انت عندك كل حاجة في الدنيا دلوقتي، الجنة هتروح عليه؟ ما هو هتبقى عايز تروح الجنة ليه لو انت عندك كل حاجة؟ كل حاجة. هو بقى لازم تقتنع ان مفيش سعادة في الدنيا، السعادة مش موجودة في الدنيا، السعادة في الآخرة. بس في حاجة أنا كنت سمعتها من واحد اسمه أحمد الحديدي، قال لك كل واحد في الدنيا عنده معاناة، مفيش حد مش بيعاني. اقتنع بيها. أي واحد أنت بتشوفه على الانستجرام شايفه سعيد، عنده صحاب كتير، جسم عضلات كل أي حاجة عندك، وبيصلي وبيعمل كل حاجة، برضه عنده معاناة في حياته وحاسس إن هو مش سعيد. تمام، لقد خلقنا الإنسان في كبد، بس كل واحد بيختار معاناته. يعني كل إنسان بيختار المعاناة. في واحد مثلا بيختار معاناة إن هو يعني يشتغل شغلانة مش بيحبها، فتبقى ليه حتى لو فلوسها كتير بيبقى حاسس إن في معاناة زيادة عن اللزوم. إنما في شخص بيعمل الحاجات اللي هو عايزها فمعاناته بتبقى أحسن. تمام، أتمنى تكون فهمتني. فيعني في الأول كده خالص الدنيا معاناة، ما تفكرش حتى لو أنت عرفت ناس وبقيت يعني إحساس الوحدة راح من عندك، ما تفكرش إن أنت هتبقى سعيد وتبقى مزقطط بقى وهتطير والكلام ده. لا 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 لا، انسى الكلام ده خالص. كده ولا كده ما فيش سعادة في الدنيا. تمام، في، بس ممكن تبقى سعادة لحظية. تمام،
بس عامة يعني الدنيا هنا مفيش فيها السعادة اللي في دماغك. يعني أي شخص أنت تفكر إن هو سعيد مش سعيد بالدرجة اللي في دماغك. فده حاجة كده في الأول، أتمنى ما أكونش طولت عليكم. إحنا قلنا لازم تقرب من ربنا، لأن لما تقرب من ربنا فعلا ربنا هيحسسك بالراحة. تحس بالراحة بالذات وأنت بتصلي، تحس كده بالسكينة وبالهدوء. وفعلا فعلا الصلاة بيخليك تتوكل، يعني إنك تصلي وتقرب من ربنا بيخليك متوكل على ربنا. تمام. وربنا بيوفقك في حياتك وحاجات كتير. ومن الآخر يعني هنجيب من الآخر، أنت مخلوق للسبب ده. فما تقنعنيش ان انت ممكن حتى ما تحسش باحساس الوحده واحساس قله السعاده وانت ما بتعملش اهم حاجه انت مخلوق علشانها، واللي هي العباده. انت ما بتعبدش، فعايزك تقنعني ازاي انت ممكن تحس باحساس حلو؟ انت مخلوق عشان كده اساسا. يعني ده سبب وجودك هنا، سبب وجودك وانك بتتفرج على الفيديو وانك تبقى موجود، انك تعبد ربنا. حتى لو انت بتعمل ايه، شوف انت بتعمل غلط ايه، اعبد ربنا وقرب منه برضه. ده حاجه مهمه. وان اول حاجه انك تقرب من ربنا، ودي حاجة يعني فاهم انت لازم تعملها، مش لازم انا اقول لك، يعني حاجة لازم تكون بتعملها. تاني حاجة ودي مهمة جدا جدا جدا، انك تشغل نفسك. اشغل نفسك في اي حاجة، اي حاجة. كل دقيقة في يومك انت تكون عارف انت بتعمل فيها ايه. اسمع مني، كل دقيقة. تمام. بتتمرن في وقت معين، بتصحى في وقت معين، بتنام في وقت معين، بتاكل في وقت معين، تكون مظبط لنفسك الروتين علشان ما تحسش باحساس انك مش عارف تعمل ايه فتحس بالوحدة. هو كده انا مش عارف انا ورايا ايه، انا ما فيش ورايا حاجه، انا مش عارف ايه خطتي ولا عارف ايه هدفي في الحياه علشان اعرف انا المفروض اعمل ايه. تمام. فيعني اتمنى كل فكره في الاخر انا مش عارف منها اتمنى كل فكره وصلت. انت لازم تكون عارف كل دقيقه في يومك انت تعمل فيها ايه، كل ثانيه تكون عارف انت المفروض تعمل ايه علشان احساس الوحده ما يجيلكش، عشان ما تفضلش تقلب على النت. هتقول لي طب اعمل ايه، يعني إيه المفروض اعمله؟ يا باشا اعمل اي حاجه. اتمرن، اقعد في الشمس زي ما انا قاعد. تمام. هو دي نوع من انواع ان انا بشغل نفسي، ان انا قاعد في الشمس. هو فيتامينات، بس السبب الاساسي ان انا مش عايز احس ان انا مش ورايا حاجه. س- اه اكيد بيعدي من تحت بالكرة كده المهم يعني انك ان شاء الله يعدي. تمام. زي ما قلت لك لازم تشغل نفسك، بس برضه ما تشغلش نفسك لدرجة ان انت ما تسيبش وقت لنفسك انك تتبسط، مثلا تخرج مع اصحابك شوية في اليوم، مثلا مرة في الاسبوع. زيادة عن كده انت ممكن يعني يجيلك موضوع اللي هو انت تبقى عايز تبقى مثالي بزيادة، والموضوع ده مش كويس يعني. تمام. فيعني على قد ما تقدر اشغل نفسك. الراجل ده ماله؟ يلا خير. على قد ما تقدر لازم تشغل نفسك حاجة تفيدك بقى، تعلم لغة جديدة. لو انت عندك حاجة بتحبها ومتفوق بيها، اصنع بقى محتوى. زي مثلا انا بقى يعني عنده سكر وبتمرن، فالميكس مع بعضه كويس، فصنعت محتوى وبنزل للناس حاجات تفيدها وبسل وقت برضه، ومع الوقت ممكن يبقى مصدر دخلي. فالمهم يعني عامة انك لازم تكون عارف انت هتعمل ايه. اختار اهداف عايز تحققها، واسأل نفسك انا عايز احققها فعلا، علشان ما تتكسلش وتقعد على النت تقلب. ملهاش لازمة. انت دلوقتي لو قعدت ربع ساعة تقلب على النت، وقعدت ربع ساعة تتعلم في لغة مثلا او تعمل اي حاجة، انهي افضل؟ اكيد انك تعمل حاجة. فلازم كل دقيقة تكون عارف انت هتعمل ايه في يومك. كل دقيقة، بمعنى كل دقيقة خطط ليومك قبلها، اعرف انت المفروض تعمل ايه. مش لازم تحبكها زيادة عن اللزوم. انا هعمل كده لا لا لا، على الهادي. ابدأ انك تقول انا هعمل 5 حاجات في اليوم ده، 5 تاسكات مهمين لازم اعملهم. المهم انك تشغل نفسك، واهم حاجة تتمرن وفاهم، يعني تعمل اللي عليك. تفهمني؟ اشغل نفسك بمعنى الكلمة. مش عندكش اهداف لاي حاجة، ما عندكش اي هواية، دور على هوايات تتعلمها وتحبها وتشغل وقتك فيها، بس حاجات تكون كويسة. ليه بقى؟ لان انت لو مشغلتش نفسك بالكلام ده حاجات تانية هتشغلك، وانت فاهمني، يعني حاجات مش كويسة. فاهم؟ فلازم تشغل نفسك بالحاجة الكويسة فعلا. بكلمك بجد، اشغل نفسك بالحاجة الكويسة. ما تشغلش نفسك بحاجات مش هتفيدك، ما تشغلش نفسك بحاجات تضيع وقتك. اشغل نفسك بحاجات هتفيدك وخطط ليومك. تمام. لان اللي انت بتعمله دلوقتي دي مقولة يعني حلوة قوي. اللي انت بتعمله دلوقتي هو المستقبل، يعني الحاضر هو الماضي هو المستقبل. انت مش بايدك الماضي تغيره ولا بايدك المستقبل تغيره، بس بايدك تعمل حاضر
بتوفيق ربنا قبل اي حاجه يخلي مستقبلك كويس، ويخلي اللحظه اللي انت فيها لما يعدي 10 سنين تكون مبسوط انك عملت اللي عليك، فيبقى ماضي كويس. فاهمني؟ يعني اللي انت بتعمله دلوقتي هيبقى ماضي، وهيأثر ان شاء الله على المستقبل قبل اي حاجه بتوفيق ربنا. فاعمل حاضر كويس تكون مبسوط بعد 10 سنين انك انك عملته، واعمل حاضر كويس تكون مبسوط ان نفع مستقبلك. فاشغل وقتك واعرف ان وقتك ده اهم حاجه انت بتملكها، انت اهم حاجه انت بتملكها، فحاول تستثمر في نفسك. كلامك بجد، سيبك بقى من كلام بقى التنميه البشريه، استثمر في نفسك، مش عارف اصحى الساعه 5 الفجر، لا لا لا. كل انسان عارف خطته وعارف ايه الصح بالنسبه له المفروض يعمله، اذا كان يذاكر بقى، اذا كان عايز يصنع محتوى، اذا كان يعمل اي حاجه. تمام. وتالت حاجه، ودي مهمه قوي، انك لازم تتعرف على الناس، لازم تتعرف على اصحاب. يعني وانت مفكر بقى انك داخل الفيديو ده علشان اجيب لك الحل السحري انك ما تبقاش وحيد، انك تشغل وقتك، لا. انا بكلمك عن نفسي، انا وقتي مشغول بنسبه 180%. عارف كل دقيقه في اليوم انا عامل فيها ايه بفضل ربنا، بس مع ذلك سايب نص ساعه في الاخر ان انا اقعد مع اصحابي، علشان الاجتماعيه، ان انت تبقى بني ادم اجتماعي. بس انت لو مش بني ادم اجتماعي انت كده انت كده مش في الفطره السليمه. الفطره السليمه انك بتنزل تتعرف على ناس وتخرج، فاهم، وعندك اصحاب. يعني لازم 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 تخرج. يعني اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تتعرف على اصحاب، بكلمك بجد، انك تسلم على اي حد. عارف ان الموضوع ممكن يبان اهبل في الاول، بس لا لا، الموضوع جميل. تسلم على الناس، السلام عليكم، صباح الخير. مع الوقت هتعرف تفتح كلام مع الناس، مع الوقت هتبقى جريء، لان اكتر الناس عندها مشكله في الجراءه، مش عارفين يفتحوا كلام مع حد، مش عارفين يفتحوا كلام مع اي حد. فالموضوع ده بيخليك انسان جريء، تعرف تتكلم. فاهمني؟ فسلم على الناس، وانزل الجيم، واعمل الحاجة اللي انت بتحبها، وهتلاقي فيها ناس بيحبوا نفس الحاجة وهيبقوا صحابك. فاهم؟ وهتكملوا بعض. فيعني سر حقيقي، يعني الحقيقي بعد الحاجات اللي احنا قلناها، يعني انك تقرب من ربنا، وانك تشغل وقتك، والخ الكلام ده، الكلام ده مهم. بس برضو علشان تبعد عن احساس الوحدة لازم متبقاش وحيد. مش بكلمك ان انت تفضل قاعد مع، يعني تعرف على ناس وتفضل قاعد معاهم 24 ساعة في ال 24 ساعة، لا لا، ده تخلف كده، متزعلش مني يعني. لازم تعرف على ناس فعلا رجاله. تمام. دول هتعرفهم ازاي؟ من الاماكن الكويسه اللي انت بتروحها، اذا كان جيم، اذا كان بتنزل تتمشى تسلم على الناس. فالسر الحقيقي انك ما تبقاش وحيد، انك ما تبقاش وحيد. كلامك بجد، السر الحقيقي انك عندك احساس الوحده، انك وحيد. فما تبقاش وحيد، تعرف على ناس، اخرج. فاهمني؟ لازم تخرج وتعرف على ناس، تبقى شخص اجتماعي، مش قاعد في البيت. ملهاش لازمه، اسمع مني، يعني لازم تخرج، انزل اتمشى. الراجل برضه مش عارف ماله، راجل جديد ده غير اللي كان معدي. فزي ما قلت لك لازم تشغل نفسك. يعني احنا نقول كده، نجيب خلاصة: قرب من ربنا، اشغل نفسك، وحط اهداف لنفسك، وكل يوم حدد خطة تفيدك انك توصل للاهداف. تالت حاجة، انك تتعرف على ناس، تعرف على اصحاب. لازم تعرف على ناس، تعرف على اصحاب، وده يفيدك انك تسلم على الناس، تبقى شخص اجتماعي، مبقاش قاعد في البيت. فاهمني؟ بس ما تستناش انك تتعرف على ناس وانت قاعد في البيت، لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ما تستناش ان يطلع لك عضلات وانت ما بتتمرنش، مش حاجه اسمها كده. ممكن ناس يبقى عندها عضلات وما بتتمرنش، بس دول اللي تعدى الصوابع. فاهم؟ علشان برضه ما تجيش تقول لي. ما تستناش انك تتعرف على ناس وما تحسش باحساس الوحده وانت طول اليوم قاعد بتقلب على الانستجرام. فيعني زي ما قلت لك، الموضوع فعلا انا مجربه. كل حاجه دلوقتي ممكن تشغلك، كل حاجه ممكن ما تحسكش بالوحده، بس مع ذلك انت حاسس بالوحده. عشان كده ممكن انت مشغل الفيديو ده ما انت حاسس بالوحده. وانا الفيديو ده بعمله من قلبي، ومش هقطع منه اي حاجه، وحتى صوت الراجل اللي معدي ده اسيبه، لان الفيديو ده انا حابب فعلا اسيبه للناس. انك فعلا احساس الوحده ممكن يجيلك وانت اساسا قاعد بتعمل حاجه ما تحسكش بالوحده. فيعني ده اوسخ احساس، انا اسف في اللفظ، بس ده احساس وسخ، انك تبقى بتعمل حاجه تخليك مش وحيد، ومع ذلك انت حاسس بالوحده، وحاسس انك زهقان، وحاسس انك مش سعيد. فلازم، فاهم، تبعد عن الحاجات دي. كلمك يعني من كل قلبي، لازم تعمل الحاجات اللي قلت لك عليها، وتبعد عن الحاجات دي،
وبجد بجد هتستفيد جدا. فيعني ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، اكون خفيف على قلبكم. ومتنساش تعمل اشتراك في القناة، لان انا نوع من القناة دي متنوعة لكل الناس، في كل الناس بالمعلومات البسيطة اللي عندي. تمام. وبالذات يعني لو انت مريض سكر ابعت لي رسالة على الانستجرام، لو انت حابب اساعدك يعني في شيء معين فممكن اساعدك. وزي ما قلت لك انا اكتر شخص ممكن يفيدك. ليه؟ لان انا عديت بالكلام ده. لان انا لما بعد قلت لك بعد ما اصبت بمرض السكر احساس وحده بقى مش طبيعي والكلام ده. ليه بقى؟ لان بخاف اخرج. فيعني الحمد لله ان احنا عدينا من الموضوع ده، والحمد لله ان انا عديت بيه عشان اطلع اقوله لك. ولسه في حاجات كتير يعني موضوع كتير. لو انت عندك اي فكره فيديو تاني حاجه يعني ان شاء الله اكون انا فاهم فيها، اكتب لي في الكومنتات، واعمل اشتراك ولايك، واستنى الفيديوهات الجديده. والسلام يا عسل يا اللي هيبقى عندك صحاب، يا اللي محقق كل أهدافك، يا اللي إنسان مقرب من ربنا قبل أي حاجة ومؤمن. فيعني أنت كويس.